خلصت امتحانات من اسبوعين. قبل الامتحانات باسبوع كنت بديت ان انا اسمع اغاني كتير جدا، فدماغي ابتدت تشوش من كتر سماع الاغاني. فحاولت ان انا ابطلها عشان ما يكونش عندي التشويش ده في اثناء فتره الامتحانات. فلقيت ان هو اول يومين كانوا عاديين، بعدها بديت ان انا ادخل اصدع وادوخ وان انا ابقى انا عايز اسمع اغاني، لا انا لازم اسمع اغاني عشان دماغي تقدر تكمل اليوم، او ان انا اضيع الصداع دوت، او اقدر اتحرك، او اقدر اكمل مذاكره او. فلقيت نفسي باضحك وباهزر، وحسيت إن دي أعراض انسحاب، وقلت لنفسي هو أنا مدمن والّا إيه؟ هو أنا فعلًا مدمن؟ فحسيت إنه أحسن طريقة عشان أقدر إني أعالج حاجة هو إني أفهمها، فعشان كده أول ما خدت الأجازة ابتديت إن أنا أسيرش وأبحث وأعرف عن الإدمان. هو يعني إيه addiction؟ كلمة addiction أو إدمان هي كلمة مشتقة من كلمة لاتينية اسمها addictus. الكلمة دي كان بيتم استخدامها في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد، بيتم إطلاقها على نوع معين من الناس. الفئة بتاعت الناس اللي كان اسمها addictus دول الناس اللي كانوا فقيرين جدا ومكانش معاهم فلوس، وكانوا بيستلفوا وبيكونوا مدينين لناس تانية. فعشان هو معهوش فلوس يرد الديون اللي عليه دوت، فكان عشان يرد الدين بيروح وبيشتغل كعبد، بيشتغل كسليف عند الشخص اللي هو المدان ليه. بعد ما بيأدي حق الشخص المدان ليه على هيئة شغل عبودية وبيتحرر وبيبقى خلاص إنسان حر، وبيروح بقى الصحراء أو الريف أو أيا كان، الشخص دوت اللي هو كان اسمه أديكتس بيفضل مقيد نفسه في الأغلال والجنازير والكلام ده كله، وبيفضل يشتغل على هيئة عبد، على هيئة سليف، رغم إن هو خلاص خد حريته. الترجمة الحرفية لكلمة أديكتس هي التكريس، لأن الشخص دوت رغم إن هو خلاص خد حريته، إلا إنه خلاص اعتاد على حياة العبودية، اعتاد على إن هو بقى عبد ومش قادر يعيش من غير من إن هو يشتغل كعبد، فكرس حياته للحاجة دي. ومن هنا تم اشتقاق كلمة addiction، اللي هو الشخص اللي اعتاد على عمل حاجة repetitive بشكل مكرر، واعتاد على عمل فعل معين، ومبقاش قادر يعيش من غيره، فبيكرس حياته أو جزء من حياته أو حتى جزء كبير جدا من تفكيره على العادة دي، أو على العادة الإدمانية أو المادة الإدمانية أو الحاجة دي. ومن هنا جت كلمة addiction، الإدمان. كلمة addiction على مدار الزمن فضلت إنها تتطور لفترات طويلة، زي مثلا قبل القرن ال18، في القرنين ال16 وال17 كلمة addiction ابتدت إنها تاخد معنى جديد وتتطور، ومعناها يتطور، وابتدت إنهم يستخدموها عشان تدل على الشخص اللي عنده strong attachment لhabit معينة أو لعادة معينة. وكانت غالبا العادات دي بتكون إما حاجات نيوترال وإما حاجات بوزيتيف، ما كانتش بتبقى حاجات سلبية بتأثر بالسلب على الإنسان. فمن الآخر كانوا بيستخدموها عشان السترونج اتاشمنت للعادات، مش كديزيز. زي مثلا في مسرحية من مسرحيات شكسبير، كان الشخص اللي هو بيتكلم عنه أو بيوصفه كان بيقول جملة في وسط المسرحية بتاعته إن هو عنده زي his addiction was to courses vain. معنى الجملة دي من المسرحية إن الشخص اللي هو كان بيتكلم عنه هو عنده تعلق للعادات التافهة. العادات التافهة دي تعتبر حاجة نيوترال، مش حاجة سلبية أو بتضر بالإنسان. فاللي هو ببساطة كان بيتم استخدام مصطلح addiction اللي هو just for إن أنا عندي حاجة معينة عندي تعلق بيها، ووقت ما عاوز أبطلها فأنا هبطلها. كلمة addiction ما بدأش يتم استخدامها في ال history of science غير في نهاية القرن ال18. قبل سنة 1770 كان بيتم اعتبار ال over drunkenness أو الناس اللي هم عندهم فرط في شرب الألكحول أو كده، كانوا بيعتبروا إن الحاجة دي هي moral failing، اللي هي مجرد just for إنها حاجة ضعف أخلاق أو تزحزح أخلاقي أو الكلام ده كله، إن دوت شخص just for شخص مش خلوق، هو عنده فرط في شرب الألكحول، ما كانوش بيعتبروه كمرض. وكان الألكحول في العموم كانوا بيسموه God is good creature، اللي هو مخلوق الله الصالح، إنما كانوا بيعتبروه حاجة من أجزاء يومهم العادية الديلي لايف، إن إحنا بنشربه في الطبيعي. وكان بيتم اعتبار الالكحوليزم او الفكره ان انت تشرب الكحول او كده هي جاست فور ان أنا حاجه انا بحبها او حاجه انا باخدها كجاست تشويس فور بليجر، اللي هو حاجه انا باخدها عشان المتعه، اللي هو زي صاحبك بالظبط اللي هو مدمن حشيش مثلا وبيقول لك انا لو عاوز ابطل انا هبطل، بس هو من اعماقه من جواه لو صالح مع نفسه هيعرف ان هو مدمن. فكان بيتم التعامل مع الموضوع بالشكل ده، انا باخد الحاجه دي بارادتي، انا باخدها عشان انا استمتع بيها، مش عشان انا مدمن ودماغي بتدفعني ان انا اخدها. في الفترة اللي ما بين نهاية القرن ال18 وبداية القرن ال19، في ما بين سنة 1774 وبين سنة 1810 كان عندنا دكتور أمريكي اسمه بنيامين فرش.
الدكتور دوت قال 3 حاجات مهمين عن فكرة الإدمان، أو بمعنى أصح إدمان الألكحول أو الألكحوليزم، لأن دوت كان أكتر حاجة منتشرة في أمريكا ساعتها. أول حاجة هو قال إن الألكحوليزم أو الأدكشن بتاع الألكحول أو أي أدكشن في العموم هو وصفه بوصف بسيط، وهو اللوس أوف كنترول، فقدان القدرة على التحكم في إنك تعمل الحاجة دي. وبدأ إن هو يعمل له شيفت من المعنى القديم بتاعه إن هو حاجة أنا بعملها تشويس تو بليجر، حاجة أنا بعملها جاست فور المتعة وأقدر أبطلها في أي وقت، لحاجه لا، هو اللوس اوف كنترول، انا مش حاجه بقدر اتحكم فيها، ودي حاجه انا مخي بيجبرني عليها لانها خلاص انا بقيت مدمن بيها وعندي اتاشمنت ليها. الحاجه الثانيه وصف الالكحوليزم او ادمان الالكحول في العموم بجمله ذا ديزيز اوف ذا ويل، هو مرض الاراده. دي حاجه يعني ارادتك مش كافيه انك تقلع عنه او انك تبطله، انت بقيت مجبر على حاجه زي دي ومخك بقى ربطه بفكره المتعه وانت بقيت عايز تعمله على طول. والحاجة التالتة كمان اللي قالها، هو قال إن الحل الوحيد عشان تقدر إنك تقلع عن مادة إدمانية معينة أو تبعد عن الإدمان هو إنك تترك هذه المادة تماما. أنت عايز تقلع عن إدمان الألكحول، الحل الوحيد عشان تقدر تقلع عن هذا الإدمان وتبعد عن الأدكشن دوت هو إنك تبطل شرب الألكحول نهائيا. وكده هنكون وصلنا في الآخر بعد كل الحاجات دي للسيمبل ديفينيشن بتاع كلمة addiction، وهو the inability to choose abstinence despite consequences، عدم قدرتك على اختيار الإقلاع أو الامتناع عن حاجة معينة رغم معرفتك بالconsequences السلبية أو بالعواقب السلبية للحاجة دي، واللوس اوف كنترول التام، وإن مخك بيبقى فوكسنج على حاجة معينة، والحاجة دي يعني بيديها أكبر من حجمها بكتير، سواء كانت عادة أو سواء كانت مادة. عشان يكون عندنا حالة إدمانية إحنا محتاجين 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى كائن حي، إنسان نقدر إن إحنا ندفعه للإدمان. تاني حاجة مادة إدمانية زي الألكحول أو الكوكايين أو whatever الأنواع بتاعة المخدرات، أو عادة إدمانية زي البورن والإدمان السوشيال ميديا، نهم الأكل والكلام ده كله. والحاجة التالتة يكون عندنا ستريس أو ضغط نفسي على الكائن دوت أو على الشخص دوت في البيئة بتاعته. بس هو ليه الضغط النفسي ممكن يولد حالة إدمانية؟ عملوا تجربة قبل كده على مجموعتين من الفئران. المجموعة الأولى حطوهم في مكان واسع، عدد فئران قليل عشان الاحتكاك يكون قليل، رسموا على الجدران مناطق يعني رسومات خضراء تحسسهم بالطبيعة، حطوا أكل كتير، حطوا نشارات على الأرض والأكل وحاجات كتير، وحطوا في نهاية المكان دوت أو نهاية النفق دوت طبقين فيهم مية. الطبق الأول أو الحاوية الأولى كان محطوط فيها مورفين، وهو تعتبر مادة أفيونية قوية. الطبق التاني حط فيها يعني حط فيها دواء فيك. العينات التانية من الفئران حطوهم في بيئة قاسية، في نفق ضيق، عدد فئران كتير، الكلام ده كله، وحطوا نفس الحاويتين، حاجة بتحتوي على المورفين اللي هو يعتبر مادة أفيونية، وحاجة تانية فيها دواء فيك. اتضح لقوا إن الفئران اللي كانوا عايشين في مكان واسع حواليهم يعتبر حاجات خضراء وظروف كويسة بنسبة ما فيهاش ضغط نفسي زي مجموعة الفئران التانية، خدوا المورفين مرة واحدة وما اتجهوش إن هو يكون عندهم الحالة الإدمانية اللي إحنا عايزينه بطريقة ريبيتيتيف وإن هم ياخدوه كل شوية، لأ، بل لقوا إن هم بيتجهوا للدواء الفيك، إن هم يشربوا الحاجة اللي هي مش فيها دواء أصلا ويسيبوا المورفين لمجرد إن هم في حالة مش فيهاش ضغط نفسي أو فيها ستريس، على عكس مجموعة الفئران التانية اللي هم كانوا في مكان ضيق أدمنوا بالفعل المورفين. مثال تاني كان بيوضح المثال أو الحوار دوت بتاع ليه الضغط النفسي ممكن يولد حالة إدمانية، وهو جنود الحرب الأمريكان اللي كانوا موجود في فيتنام. بعيدا عن فكرة إن هم في حرب ودي حاجة كافية جدا إنها تولد ستريس عند الأشخاص، بل كمان كان في ضغط مضاعف من فكرة إن إحنا بنحارب في فيتنام. دي مش دولة بتحاربنا ولا عدوتنا، إحنا بنحارب حرب بالوكالة، بل في البعض منهم ما كانش يعرف هو إيه فيتنام دي ولا يعرف اسمها أصلا غير لما دخلوا الحرب فيها جوه الأرض دي، أرض مش بتاعتهم وأرض بعيدة جدا ومش عارفين هما بيحاربوا ليه وعشان مين وبيحموا مين أصلا. فده كان مخلي نوع من الضغط المضاعف، بجانب إن إحنا في حرب، بجانب إن إحنا كمان مش عارفين إحنا هنا بنعمل إيه. فلاحظوا إن كمية كبيرة جدا من الناس اللي أدمنوا أفيون أو أدمنوا أيا كان من المواد المخدرة من جنود الحرب اللي كانوا الأمريكان اللي كانوا في فيتنام
نسبة كبيرة جدا منهم أو اكشلي أغلبهم أقلع تاني عن المادة الإدمانية اللي هو كان أدمنها أثناء الحرب لما رجعوا تاني لبلادهم، والنسبة القليلة اللي كانوا فضلوا مدمنين على المواد الإدمانية بتاعتهم هم كانت اتضح إن هو اكشلي كانوا اتعرضوا لبعض من الضغط النفسي وهم صغيرين وكانوا عاشوا في بيئات قاسية. فطلع شوية استنتاجات إن الفكرة مش بتكون في المادة الإدمانية أو المادة اللي إحنا بناخدها زي الكحول أو الكوكايين أو الكلام ده كله. الفكرة مش بتكون في المادة الإدمانية قد ما الإدمان بيكون من الإنسان نفسه. كمثال توضيحي تاني، لو افترضنا إن إحنا في سكيل موجود بنقيس بيه بعد الإنسان عن حالة الإدمان، مثلا بنسكيل السكيل دوت بنجريده من 10. فببساطة إحنا لو عندنا شخصين، شخص مثلا فكرة إن هو اتولد في بيئة قاسية، اتولد في بيئة فيها ستريس، اتولد في بيئة فيها عنف، بيئة فيها ضغط، بالمقارنة بشخص تاني اتولد مثلا في بيئة غنية، بيئة مرفهة، بيئة كويسة، كان عايش مثلا في حدائق غناء خضراء حواليه كل الحاجات الحلوة اللي هو ممكن يكون محتاجها في حياته. بيمارس الأنشطة الطبيعية اللي ممكن تجيب متعات بصورة بسيطة للإنسان، زي إن هو مثلا يتعلم تعليم كويس، زي إن هو ياكل أكل كويس، يعيش في بيئة كويسة في حاجة نظيفة من غير ضغط نفسي أو من غير إرهاق أو الكلام ده كله. ده بيديله السعادة الطبيعية من الدوبامين، مش بيديله الدفعة أو الحاجة إن هو يروح يدمن عادة أو يدمن أي مادة عشان يحصل على الدوبامين الكافي إن هو مخه محتاجه. على عكس الشخص التاني اللي اتولد في حالة من الضغط والستريس، فهو بيكون عنده الدافع أو الديزاير إن هو ياخد مادة إدمانية أو عادة إدمانية عشان يقدر ياخد الدوبامين اللي هو مش عنده. فكل شوية ياخد دوبامين ويحتاج أكتر، كل شوية ياخد دوبامين ويحتاج أكتر. فلو مشينا على السكيل دوت اللي احنا قلنا عليه إن هو سكيل من 10 على بعد الإنسان عن حالة الإدمان، فمثلا الشخص اللي هو اتولد في بيئة ستيبل وبيئة كويسة، فممكن إن هو يكون واقف عند بعد 1 من 10 عن الحالة الإدمانية. على عكس الشخص اللي هو بيعاني من ستريس واتولد في بيئة تأهله إن هو يجيله حالة إدمانية، ممكن إن إحنا نقول إن هو واقف عند 4 من 10 عن إن هو يجيله الحالة الإدمانية مثلا. فما ينفعش إن إحنا نعامل الشخص المدمن على إنه شخص مذنب بشكل كامل. هو أكيد حالة الإدمان مش بنبررها أو بنقول إن حالة الإدمان هي حاجة عادية، بس الشخص المدمن مش بيكون عليه كل الذنب. بشكل عام إحنا عندنا نوعين أساسيين من الإدمان. أول نوع هو ال substance disorders، زي إدمان الكحول، كوكايين، حشيش، كل المواد اللي إحنا نقدر نعتبرها كمواد. والنوع التاني هو ال behavioral addiction اللي هو السلوكيات زي البورن، نهم الأكل، إدمان السوشيال ميديا، حتى إدمان العمل. الحاجة الوحيدة المشتركة ما بين كل أنواع الإدمان وهو البيولوجيكال ميكانيزمز بتاعتها. ما أقصدش الأضرار الناجمة عن سلوك معين أو عن مادة معينة. حاجة زي الكحول هي معروفة إنها مثلا بتدمر الكبد، لا أنا بتكلم على البيولوجيكال ميكانيزم بتاع جميع أنواع الإدمانات على المخ، وإن جميعها بيكون لها تأثير سلبي، عشان كده بنعتبر الإدمان حاجة مش كويسة. حتى الإدمانات اللي إحنا ممكن نعتبرها إدمان إيجابي زي الإدمان بتاع العمل وكتر العمل والكلام ده كله، هو حتى ليه تأثير سلبي على المخ، زي بالظبط التأثير السلبي بتاع الكوكايين والهيروين، طبعا باختلاف الليفل. حاجة زي نهم الأكل مثلا، البيولوجيكال ميكانيزم بتاعها هو نفس البيولوجيكال ميكانيزم بتاع الهيروين، كوكايين، الكحول والكلام ده كله، واللي هو مني بيكون فيه حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى إن الجراي ماتر بتاعة المخ بتبدأ إنها تقل تدريجيا تدريجيا. وتاني حاجة أساسية اللي هي بتخلي فكرة الإدمان إنها تفضل شغالة كسايكل عندنا في مخ الإنسان، وتربطه بالحاجة الإدمانية دي وتخليه عايز يتشبع بجرعات أكبر من الدوبامين، هو ان كل مره انت بتاخد فيها الماده دي انت كميه الدوبامين عندك بتعلى في جسمك، بالتالي المستشعرات الدوبامين في الجسم بتقل، فالمره الجايه انت هتحتاج كميه اكبر من الماده دي او السلوك دوت. المره الجايه هتحتاج كميه اكبر، المره الجايه هتحتاج كميه اكبر لحد ما ممكن تدخل في مرحله اوفر دوز. حالة زي نهم الأكل ببساطة، أنت كل ما تاكل أكتر كل ما بتاخد دفعات من الدوبامين أكتر، كل بالتالي ما مستشعرات الدوبامين في المخ بتاعك تقل، في المرة الجاية تحتاج إنك تاكل أكتر فتاخد دوبامين أكتر فتفرح أكتر، فمستشعرات الدوبامين تقل أكتر، في المرة الجاية تحتاج تاخد دفعة أكبر من الدوبامين فتضطر إنك تاكل أكتر، وهكذا وهكذا، السايكل ما بتخلصش.
حالة زي نهم الأكل مثلًا ممكن حلها يكون في دوا زي النيلوكسين هو نفس الدوا اللي بيتم استخدامه في حالات فرط الهيروين، يعني نفس الدوا اللي بيستخدموه في حالات فرط الهيروين ممكن إحنا نستخدمه في علاج الإدمان بتاع نهم الأكل أو فرط الأكل، ومثال زي دوّة بيوضح لك العلاقة الوطيدة بين كل أنواع الإدمان وبعضها، سواء كانت سلوكية زي نهم الأكل أو substance disorder زي الهيروين، سواء كانت حاجة الناس ممكن تشوفها حاجة عادية زي نهم الأكل لأن ده just for حد بياكل بكميات كبيرة، أو حاجة تانية الناس ممكن وصمة عار زي الهيروين مثلًا. فببساطة كل أنواع الإدمانات بما فيهم الbehavioral والsubstance disorder ليهم نفس الbiological mechanisms في المخ، فعشان كده ما ينفعش إن إحنا نقلل من قيمة أي نوع من أنواع الإدمانات حتى لو الإدمان دوّة إحنا بنعتبره إيجابي في مجتمعنا زي إدمان العمل، الاتنين أو جميع أنواع الإدمان بيكون ليهم نفس التأثير السلبي على المخ مع الوقت، كل ما بيتأخر كل ما العلاج بتاعه أو إنك تلحق نفسك الخطورة بتاعته بتزيد.